تقر وتعترف يا كابتن احمد شوبير انك ما زورتش انتخابات مجلس الشعب وزيفت وعي الناس وافسدت الحياه السياسيه في مصر، وباعتراف حضرتك ان انت زورت انتخابات فانت كده مزور. تقر وتعترف يا كابتن احمد شوبير ان انت كنت نائب في اتحاد الكوره وساعدت بانتقال لاعب وعملت كوبري للاعب، باعتراف السيد تركي آل الشيخ لحضرتك في البرنامج ان انت كنت شغال وليك دور في صفقه انتقال لاعب من انبي اللي هو صلاح محسن الى النادي الاهلي، والصفقات دي بيشوبها العمولات وبيشوبها الفلوس، وحضرتك بما انك نائب اتحاد الكوره كنت شريك في صفقه انتقال لاعب من نادي لاخر. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان حضرتك مالكش سيديهات ومالكش تسجيلات على اليوتيوب مشينه. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان حضرتك مكروه في اي مكان بتروحه ومعاك مشاكل في اي مكان بتدخله، وان انت ما بتقعدش في مكان بسبب كراهيه الناس ليك ولاسلوبك. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان انت راجل بتحب الابيض، لا مش الابيض، انت بتكره الابيض. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان انت بتحب الاحمر والاسود، الوان مفضله ليك. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان انت طلعت على الهوا تضرب واحد في واقعه لو في اي مكان تاني كنت ما شفناكش على التلفزيون تاني. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان انت بتاكل على كل الموائد وبتغير مواقفك على حسب مصلحتك. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان انت قبل كده كنت بتهاجم التراس اهلاوي وقلت عليهم ما في الخمر وكانوا هيدخلوا عليك مدينه الانتاج الاعلامي ويعملوا معاك حاجات مش كويسه، وبعد كده للمصلحه بدات تتغنى بيهم. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان انت كنت بتهاجم حسام وابراهيم وكنت ضدهم على طول الخط، ودلوقتي بتساند الناس دي عشان مصلحه ابنك شوبير عشان يلعبوه في المنتخب مصر. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان انت سبب للفتنه في الاعلام الرياضي المصري. تقر وتعترف يا كابتن شوبير تاني ان انت ما دخلتش مكان غير اللي انت مكروه فيه. تقر وتعترف يا كابتن شوبير ان كراهيه الزمالك طاغيه عليك. تقر وتعترف يا كابتن.